عشان انفذ بند المباني في اي موقع ليه خطوات مهمه جدا خلي بالك منها. اول حاجه بعملها ان انا بشد 4 خيطان على ال4 اعمده اللي احنا احترمناهم واحنا بنصب الخرسانه بتاعتنا. بعدين بتاكد من الحوائط الخارجيه كلها انها موزه الخيطان اللي اتشدت معايا في الموقع. بعد كده بنبدا في مرحله قد المباني، بنعمل 3 مداميك من الطوب الاسمنت، وبعدين بنشيك على فتحات الابواب بالكامل ونشوفها مظبوطه ومطابقه للرسم الهندسي ولا لا. نتاكد ان كل الغرف اللي موجوده معايا في الدور متربعه ومتأكسه كويس. خلصنا مرحله القد، نخش بقى على المرحله اللي بعدها، نرفع كل الحوائط اللي اتقدت لغايه السقف. هنا هقدر احدد مكان ومقاسات فتحات الشبابيك بتاعتي، وساعتها بعمل حاجه اسمها خيطان السواعي. دي خيطان بتتشد في الاتجاه الرأسي باستخدام الرمانه والعصفوره. دي الرمانه ودي العصفوره. اول ما نوصل للعتب بتاعنا بنركبه ونوزنه كويس، وبعدين نكمل كل الحوائط بتاعتنا لغايه الكمر، ولو الكمر مش موجود يبقى لغايه السقف. ونراعي دايما الحوائط بتاعتنا كلها تطلع على مرتين عشان نحافظ على صلابتها وتكون متماسكه كويس، بالذات لو عرض الحيطه بتاعي كبير. خلي بالك كمان من تكحيل العراميس والملو بتاعها عشان ما يحصلش مشاكل بعدين وانت شغال في المحاره. والتكحيل هو ان انا بشيل المونه الزياده بالمسطره، الملو بشوف ايه الفراغات اللي موجوده في العراميس وما فيهاش مونه واضيف لها مونه زياده، طلع حاجه بيرفكت. في حاجه الصناعيه بيعملوها لما نيجي نستلم منهم بند المباني، وانت بتستلم الحوائط من الصناعي اوعى تخليه يمسك العصفوره بصوابعه عشان هيقدر يتحكم فيها زي ما هو عايز، وبالتالي هيضحك عليها. هيقدر يرحرها يمين وشمال براحته ويقدر يتحكم فيها عشان يبين لك ان الحيطه موزونه كويس. قول له امسكها بكلوه ايدك بالمنظر ده، وهو ساعتها هيعرف انك فاهم كويس جدا وعمره ما هيفكر انه يضحك عليك. اتاكد طبعا ان الرمانه حره ولامسه الحيطه من تحت، ولا هي بعيده قوي ولا هي ساندة على الحيطه قوي. بعد ما نخلص الحوائط بتاعتنا بنستخدم حاجه اسمها اسافين. ده عباره عن خابور خشب بيتدق كويس في الحيطه من فوق بينها وبين الكمر، عشان لما المونه تنشف والحيطه تريح ما يظهرش فرق كبير جدا ما بين اخر صف من الطوب والسقف، وبيتقص وبيتشال في الاخر لما اجي ابتدي في اعمال المحاره بتاعتي. مش محتاج اقول لك انك لازم تشيك كويس جدا على الحوائط بتاعتك باستخدام الخيطان الرئيسيه وكمان الافقيه. ممكن كمان تتاكد بالدراع. لو عندك اي سؤال سيبولي تحت في الكومنت. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.